بكالوريا 2016 تحت شعار هاك سوجي اخدموا في الدار لكن بالك تلحق روطار. هذا ما تداوله العديد من الفيسبوكيين بعد تسريب أسئلة مواضع شهادة البكالوريا في جميع الشعب قبل بداية الامتحان. حكاية التسريبات بدأت من موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لينهال سيل من التعليقات الهزلية والمضحكة من طرف الفيسبوكيون عن فضيحة بكالوريا 2016. كما لم تمر حادثة إقصاء عدد معتبر من المترشحين لشهادة البكالوريا من اجتياز هذا الامتحان مرور الكرام على نشطاء الفيسبوك الذين تضامنوا مع المقصيين ووجهوا رسائل لوزيرة التربية وكل المسؤولين المتسببين في تحطيم أحلام الطلاب المقصيين على حد تعبيرهم. أنا قصرني وطالب 15 جيت ندخل قال لي ما تدخلش، قلت له لا، قال لي القانون يا أنبر بابا 5 دقائق 5 كمر لي. قساوة الموقف الذي تعرض له الطلاب المقصيين جعل نشطاء الفيسبوك ينشرون على نطاق واسع فيديو لطلاب كوريين استعانوا بالشرطة من أجل إيصالهم إلى مراكز الامتحان بعدما كانوا متأخرين عن الالتحاق بالامتحان، حيث علق الفيسبوكيون على هذا الفيديو بمقارنة ما حدث في بكالوريا نسخة بن غبريط. Allez au lycée Samsung. On l'emmène. Vite foncez. Un candidat au bac transporté par la police en Harley-Davidson, s'il vous plaît. Au total, merci monsieur. T'as rien oublié? Allez, bonne chance. Devant chaque centre d'examen, un comité d'accueil. وبمقابل كل هذا لم تخلو تعليقات فيسبوكيين آخرين وخصوصا الحسابات الخاصة بنشطاء المجتمع المدني والسياسيين من تعليقات استنكرت بشدة تسريبات البكالوريا ورأت أن ذلك عبث بمصير مئات آلاف التلاميذ دون إحساس بالمسؤولية.